مكتوب عليها آية من سورة ياسين، جدتك تدعيله ويرجع وهو نفسه في الشهادة تدعي هي، بس هو عمره مرة ما قال آمين. وانت ماشي في سينا حاول تفتكر مات فيها مين، وانت ماشي في سينا ادعي واحنا وياك نقول آمين. كل شبر في سينا غالي، أرضها ملهاش مثيل، شمسها وضحكة نهارها ونور قمرها في ليل طويل. شوف بساطة أهلها والطبيعة وسحرها، أو جمال الجو فيها ولا مية بحرها. النجوم ماس في سماها وشكلها بين الجبال، سينا عين مصر اللي شافت بيها ايه معنى الجمال. رحلة العذراء ويسوع عدوا فيها يا جماعة أنا عندي سؤال، بكلم بجد والله العظيم. هي شيرين عبد الوهاب بجد يعني إزاي عندها هذا القدر المذهل من الإحساس بالكلمة وباللحن؟ أنا بتكلم جد والله العظيم ما مجاملة. إزاي عندها هذا القدر المذهل؟ يعني صوت شيرين عبد الوهاب يفرحك ويبكيك في نفس الجملة لو هي عايزة. بتعمل كده إزاي؟ أنا معرفش. وبالمناسبة في أصوات كبيرة حلوة جميلة رائعة ما تعرفش توصل لك الإحساس خالص. هي ما تبقى في، احنا لازم نسألها. معانا على التليفون شيرين. اهلا اهلا يا استاذ يوسف. أهلا 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 يا أستاذة شيرين، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ كويسه قوي، كل سنه وانتم طيبين وانت بالمناسبة بالصحة العظيمة والسلامة. دي. وشكرا على كلامك الحلو قوي ده. اطلاقا والله، ولا تشكري ولا حاجه، لانه ده يعني انا بالنسبه لي انا بقول اللي انا حاسه اللي انا شايفه واللي اظن ان كل الناس مجتمعه على ده يا شيرين. ازاي يا الحمد شيرين لله، الحمد تفرحينا لله. وتعيطينا في جمله واحده؟ شكرا والله بتعملي كده يعني ازاي؟ ده منكم، يعني ده انا يعني ده اكيد نابع من نشأتي، ونشأتي هي مصريه قوي وعتيقه قوي، فانا اكيد البلد دي طلعت ناس كتير قوي فنانين وعلماء، ويعني مصر فيها خير وفيها حاجات كتير حلوة، فأنا من ضمن الخيرات بتاعت مصر يعني. خيرات مصر فعلا. طبعا انت عارفه احنا كنا قاعدين في صفوف المشاهدين، فخليني اغششك اللي حصل اول ما انت طلعتي. أيوة. اول ما دخلتي يا شيرين ما في حد الا وكان بيعبر عن فرحته بوجودك على المسرح. الحمد لله. والله بكلمك بجد. أنا عايزة أقول لك، أنا اتشرفت جدا جدا بمقابلة فخامة الرئيس. وقد إيه أنا كنت سعيدة وأنا بغني قدام كل الكوادر اللي كانت موجودة. وشيء عظيم إن أشارك أكيد في حدث عظيم زي دوت، وشيء عظيم أكتر إني أشوف سيادة الرئيس. فأنا كنت فرحانة قوي 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 ومبسوطة، وحسيت إن أنا شبعت كده يعني لما شفته. خلاص احنا كده في التمام، مش كده ولا ايه؟ الحمد لله. تمام قوي والحمد لله. وبعدين على ما يبدو يا شيرين الريس بيستمتع بصوتك، لان انا متذكر برضو انك غنيتي قدامه في حياة كريمة. ايوه، وكان سعيد فعلا بيا، وهو دايما بيبقى سعيد بالسلام الجمهوري العسكري اللي انا بعمله. فانا ما بعرفش اشوفه غير لما بعمل كده. ممكن تكون الكاميرا ما جابتهاش، بس هو هزلي دماغه لما انا عملت له كده، لما قدمت له التحيه العسكريه. فانا مبسوطه قوي قوي، والحمد لله اني الاقي دعم والاقي استحسان من سياده رئيس جمهوريه مصر العربيه وكل الناس القائمين على احتفاليه اكتوبر، الناس العظماء
اللي هم يعني رجعوا لنا بلدنا تاني بشرف وكرامة. وده احتفال أعتقد إن كل البلاد العربية بتفخر بيه يعني. صحيح. فأنا سعيدة إني شاركت قوي في الاحتفالية دي، وسعيدة إن أنا فرحتكم. والله احنا بنبقى سعداء بجد لما بنشوفك دايما يا شيرين، وبعدين بنبقى عندنا كده ايه يعني احساس بانه بنتنا واختنا وصاحبتنا وهي اللي بتغني بالنيابه عن جيلنا زي ما بيتقال، فبنبقى سعداء. ولا انا اعجز حبتين، بلاش جيلنا دي، انا اعجز حبتين ثلاثه في لا شعري لا لا الابيض لا ده. تقولش كده. القلب لا يعجز حضرتك. انت قلبك شباب، احنا قلبنا ما بيكبرش. اه والله عندك حق، ودي من اجمل الحاجات اللي فيكي. شيرين قولي لي بقى، بما ان احنا ايه كنا شفناكي النهارده وانت كده بتغني لنا هذه الاغنيه الرائعه في احتفالاتنا بنصر اكتوبر، انت امبارح نزلتي اغنيه جديده مش كده؟ انا اغنيه المترو الحقيقه هي اتاخرت شويه، لكن انا مبسوطه بيها لانها تجربه جديده عليا، والناس اتبسطت قوي من اللون ده عليا جدا. فهي طبعا كانت حلوه، لان ايمن باج سوري عمرو مصطفى اللي لحنها حلو، وامير تعيمه كتبها، والوزاعه نابلسي، والهندسه الصوتيه كانت الاستاذ طارق مذكور، والمكساج والماستر طبعا. فانا اشتغلت مع مجموعه محترمه فنانين كبار، فانا كملت بيهم يعني. كملتي بيهم؟ انت بتجيبي الكلام الحلو ده منين؟ ربنا يخليك. والله ده كلام حلو ده. لا ما احنا لوحدينا ما نقدرش نعمل حاجه اكيد يعني. صح. ام كلثوم السيده العظيمه ما بقتش ام كلثوم غير بمساعده كل اللي كانوا حواليها من ملحنين وشعراء وادباء. فانا كمان اعتقد واي فنان ما يكتملش نجاحه غير بالعناصر اللي هي بتكملنا، الشعراء الملحنين الموزعين. فاحنا يعني نجاحنا بيكمل ببعض يعني. طب انا عايز يعني، انا مش عارف هو ده هيبقى مناسب ليكي ولا لا، وخدي بالك انا متفهم لكل حاجه، انك ممكن تبقي عايزه تعودي تحضري في الشغل بتاعك الى اخره يعني. بس انا نفسي يا شيرين، نفسي انك تيجي تسهري معانا في الاستوديو ده مره، نتكلم نغني ندردش، نقعد انا وانتي وطارق مدكور وايمن وعمرو مصطفى وامير، يعني تبقى سهره لطيفه. ايه رايك؟ يا تحت امرك، والوقت اللي الامر لله يحددوه يكون انا فيه، ما عنديش اي حاجه تمنعني من الظهور، ما اكونش مسافره او عندي ارتباطات. ماشي. انا ده يشرفني. انا نفسي في القعده دي قوي بصراحه. واحنا هنزن بقى على طارق مدكور، انت قلت لي قبل كده اللي عايزني أيوة. يطلب ايدي من طارق مدكور. ايوه انا عايزه اقول لك طارق عايز يغير عنوانه من كتر العرسان اللي بتجيله. العرسان اللي هي طبعا على شكل شغل يعني. طبعا انا بمثلهم في العرسان طبعا. بس يعني الحقيقه هو تعب معايا الفتره اللي فاتت ولسه هيتعب معايا تاني، وهو كان حريص قوي ان انا اوصل لكم وتوصلوا لي. فحلو ان كمان اللي يكون مسؤول عنك حد فاهم وكبير وعنده اكسبيرينس عاليه، فده بيفيدني. وانا بحب طول ما انا موجوده في الوسط احب استفيد من الناس الكبار. طيب انا مش عايزه اتقل عليكي، وعارف انك انت ما بتحبيش الغنى على التليفون كمان. لا خالص، بس هو صوتي باين قوي ان هو تعبان يعني. عشان صاحيه من بدري، زي ما انت عاوز، صاحيه من بدري وقبلها بروفات وحاجات زي كده. انا عارف. ويا رب دايما نحتفل باحتفالات اكتوبر في وجود السيد الرئيس العظيم اللي كلنا بنحبه وبنتشرف بيه وبوجوده في حياتنا، ويا رب ما يحرمنا من وجوده في حياتنا ابدا. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا شيرين، وانا هقعد ازن على طارق مدكور لحد ما ادوشه قبل ما يغير رقم تليفونه من كتر الهوسه اللي عليه، بسبب ان كل الناس عايزه تقعد مع شيرين وتشوف شيرين وتجري يعني احاديث وحوارات وسهره طويله مع شيرين. انا بشكرك، ربنا يوفقك دايما يا شيرين وتمتعينا دايما كده كتير وعلى طول. ألف 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 شكر لنجمتنا الكبيرة جدا شيرين، صاحبة الإحساس المذهل.